لو لسه بتعملي اللحمة بطريقتك العادية هو فاتك كتير. لو حابة تعرف الطريقة فأنت بدورك انزلي على التعليقات وصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وأنتو، وتضغطوا لايك لهذا الفيديو ويلا نبلش. في البداية بالصاج راح أضيف ما يقارب 100 جرام من لية الخروف. كل شي عملته قطعته صغير وحطيته بطاسة تكون حامية وبنزل باللية بتركها لتدوب معانا تماما. ما بتاخد معك وقت لتدوب، يا دوبك 3 4 دقائق بس. ضروري انه المقلع اللي عم تستخدميه او الصاج يكون معك كتير حامي. عندي هون ما يقارب 700 جرام من اللحمه، انا مستخدمه لحمه خروف. اذا بدكم تستعملوا لحمه عجل بيمشي الحال، ولكن بكل الحالتين استخدموا لية الخروف حصريا. بدأت أشوح باللحمة كيف ما عم بتشوفوا. بعد ما تغير معي لونها بغطيها شي 10 دقائق ربع ساعة على حرارة متوسطة لتستوي معانا تماما. كل شي عملته ضفت عليها رشة بسيطة من الحبهان مطحون ورشة منيحة من الفلفل الأسود. بدأت أقلب فيها. بعد هيك رح أضيف كميتي من البصل. أنا مستخدمة حبتين بصل حجم متوسط قطعتهم لشرحات. ضفت عليهم نص راس من الثوم مقطعين أيضا شرحات، وفليفلة ملونة. فيك تستغني عن الفليفلة الملونة وتضيفي فلفل حار برضه بيمشي الحال. لتضل معك اللحمة طرية وتاكلي لحمة ولا أطيب ولا أروع من هيك. ضروري جدا إنه حرارة الغاز تكون عندك على المتوسط لحتى كمان اللحمة ما تزل معك مي. أطيب صاجية على الطريقة الأردنية، بس شو من النار على المعدة مباشرة.